بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن من سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين، وكذلك في قراءتها وحفظ آيات من أولها، وفي رواية من آخرها عصمة من المسيح الدجال. وقد تحدثت سورة الكهف عن 4 قصص وعن 4 أنواع من الفتن: فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، والفتنة الثانية فتنة المال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة صاحب الجنتين، وكذلك فتنة العلم في قصة موسى والخضر، وفتنة السلطة في قصة ذو القرنين. وكل هذه الفتن ال4 اجتمعت في المسيح الدجال، اجتمع فيه فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة السلطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.